ما اكو نظره يعني خلينا نقول او تفكير كبير بنتيجه المباراه، بقدر ما هو الهدف من عندها انه ابقاء الفريق برتم المنافس. طبعا محافظه على لياقه المباريات لا تاتي الا باجراء مباريات. اليوم طبعا هي افضل مباراه لعبها المنتخب لحد الان حقيقه. ممكن كنا نطلع، يجوز انتم شاهدتوا المباراه، نطلع بنتيجه كبيره يمكن 6-7 اهداف، لكن سبحان الله في اخر فتره طبعا صارت اخطاء بسيطه. طبعا اليوم كنت خايف انه لاعبين تعرضوا للاصابات، لان عندنا فقط 3 لاعبين على مسطره الاحتياط. لو كان توقعي، ويعني كنت اتمنى انه يجون اللاعبين الحقيقه الولد المحترفين، ولو جزء منهم حتى يدخلون مع الفريق من خلال المباريات، يدخلون اجواء التنافسيه واجواء الانسجام طبعا. بس بصوره عامه الفريق يطمن بخير. مباراة أنا أعتبرها من أفضل المباريات اللي لعبناها، تطبيق طبعا، حيازة على الكرة. عندنا بعض الأخطاء خلينا نقول بسيطة جدا هي اللي أثرت على نتيجة المباراة. كرة القدم هي خلينا نقول جماليتها بضياع الفرص حقيقة. لا يمكن أن جميع الفرص تسجل أهداف، كان أصبحنا مثل اليد أو السلة. لكن الشيء المفرح والشيء الجيد أنه فريقنا وصل إلى مرمى الفريق المنافس بكثرة طبعا وفرص حقيقية وأضاعها. أنا أعتقد إذا لاعبينا ما كانوا متوفقين اليوم، أنا أعتقد إن شاء الله يتوفقون في المباراة. بس الشيء الطيب والشيء الجيد أنه لاعبينا استطاعوا أن يوصلون إلى مرمى الفريق المنافس عن طريق لعب، عن طريق أداء، عن طريق جمل مدروسة، ليس عن طريق لعب عشوائي أو كرات طويلة أو بعض الكرات اللي تأتي باي تشانس. صح، ممكن هذا يخلق لك نوع من القلق، لأنه إذا لا تسجل، إذا ما تسجل يعني سجل عليك، وهاي حتى اليوم لأن ضيعنا فرص. أنا حتى بالمحاضرة بين شوطين قلت لهم 2-0 نتيجة غير مطمئنة، حاول تسجل الثالث والرابع حتى تقضي على كل آمال الفريق. لكن أنا أعتقد أنه فريقنا حتى من خلال ضياع الفرص وصول المرمى دليل على أن هنالك عامل كبير بالنسبة للاعبين. الآن الشارع العراقي الرياضي والجمهور والإعلام كله خلف أسود الرافدين وخلفكم، وطلقوا حملة أنتم قدها. شو تقول هاي الحملة من خلال قناة دجلة أنتم قدها؟ والله طبعا تحياتي لجميع القنوات وخصوصا قناة دجلة. أنا أعتقد هذا واجب طبعا على الجميع أن يقف مع المنتخب العراقي. المنتخب العراقي ليس حكرا أو مجير باسم مدرب أو لاعب. أنا أعتقد احنا أدوات طبعا في خدمة المنتخب العراقي، وعلى الجميع أن يقف مع المنتخب. وأتمنى طبعا الدعم يستمر طويلا. نشاهد احنا كثير من المنتخبات حتى عندما تتلكى تكون هنالك الدعم مستمر، لأن هذه التصفيات هي تصفيات طويلة ويحتاج اللاعبين إلى دعم طبعا. والجانب الثاني أعتقد نحن نمر في فترة انتقالية تقريبا بشبه تجديد، تحتاج هذه المجموعة من اللاعبين إلى الدعم نفسي. فشكرا طبعا لجميع الأخوة القائمين على هذه الحملة، وأعتقد هذا مو شيء غريب. الإعلام العراقي دائما كان هو الداعم الحقيقي، والجمهور العراقي هو الداعم الحقيقي لجميع منتخبات الوطنية.